صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله يا ربي نهاركم الكل حركه وبركه وتفاؤل وطاقه ايجابيه وسعاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم امين. شنو احوالكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه وعافيه. قريت كومنتاراتكم البارح، يعطيكم الصحة. محلى كومنتاراتكم، قديش قاعدين تشجعوا فيا وتعطيوني هكا في الانرجي والطاقة اني انا نكمل نهبط لكم فيديوهات. ان شاء الله بقدرة ربي، ان شاء الله ان شاء الله نولي نهبط لكم زوز فيديوهات في النهار. ديجا الكلكم تبداو تستناو فيا بدقيقة ودرجة وقتاش نهبط. يعطيكم الصحة الكل، والله فرحتوني برشا برشا برشا. البارح بت بحذا أمي وجيتكم اليوم بصبحية مع ميمتي في دارها. حطيت باش نغسل الماعون متاع السهرية، مش برشا لا محال شوية. غسلته وهي أمي مطوم مشيت للحانوت لوطة باش تشري شوية حاجات نفطروا بيهم للصباح. عملت لها هي قهوة كحلة، حضرت أنا نسكافيه. راني ما كنتش نشرب قهوة بالحليب جملة البنات، كما تعرفوني ما نحبش القهوة بالحليب. والله الايامات هذو ما تغرمت بيها، ونحبها كان مع الشوكوطون زاده. كي يبدا فما الشوكوطون الحق ما نعملش، نفطر عصير وحاجه اخرى. حطينا فطرنا هزت معها جود هي باش ما يقعدش يهبلني. فطرنا لهنا وبقات نخمم شنو باش نطيب في الفطور. قالت لي خلينا نعملوا يعني حاجه في سماتيب، ومن بعد نمشيو. قالت لي نعملوا دوره في الفريب في البياسه اللي يعرف بنزرت. هيك هو قلت ملا خليني نعمل كسكسي. هي ديجا شي هي الكسكسي. والله عملت كسكسي بالدجاج كيف في المقفول هيك صغرون، ما عملتش برشا. ماشي في بالي راجلي يخدم، قلت نعبي له فطوره. يا اخي كلمني قال لي راهو ما نخدمش يعني مرتاحين اليوم. قلت هكا ميلا تو نفطر مع امي ونمشيو يعني للفريب، نعملوا دوره خفيفه. ومن بعد نروح نقعد حديها وفي الليل يعني نروح لداري. جد جودة يسلم عليكم، قال لكم عسلامة تتويتي. جابت لي أمي الخضرة باش نحط نقلي الفلفل. ورميت فيها البطاطا والسفنارية، ما عندهاش قرع، وحطيت فيها كعبة بصل. عملت البنات ورطل، ما عملتش برشا الحق، تعرف بركة. حطيت قليت الفلفل كيف ما تعرفوا، كيف ما العادة كيف ما نطيب كسكسي متاعي هذاك هو. نقلي الدجاج وفلفل دجاج والهريسة والطماطم ومغرفة صغيرة ثوم، نقليهم بالكدا ونحط نفوح تابل وكروية وكركم وملح وفلفل أكحل. ومن بعد نحط نمرق بالماء العادي الحق، شوربة بركة نمرقها بالماء سخون، ولا الملوخية من الباقي الكل نمرق عادي بالماء البارد. قشرت السفنارية كيف قشرت البطاطا، حضرت كل شيء بجنبي. وعملت زيادة سلطة خضراء فقوس وطماطم كهو، حبيت نحط فيها البصل، فوحتها بشوية زيت زيتونة وملح وفلفل أكحل ونعناع شايح، ولا إله إلا محمد رسول الله. والبنات لهنا نلقى الكسكسي شوية بركة من متاع حفنة صغيرة. مشيت أمي شريت لي باكو واستغليت أنا الفرصة، قلت خليني نعمل مسحة خفيفة للدار. مادام هي جات او كهزت جود باش ما يقعدش يعني نجري وراه. عملت مسحه خفيفه، الله غالب ما صورتش، راني البنات ما لقيتش وين نركح التليفون. الرينج لايت نتاعي في الدار ما جبتهاش، مانيش لاقيه اصلا وين نركح التليفون. خليت يعني سكرت على روحي التليفون، مشيت عملت مسحه للسال دو بان الطواليت الوسطيه والصالة. الكوجينة قلت خليها في الاخر كيف نكمل الحوسة والتطيب والكل تو يعني نمسحها. لهنا سي بون تقلى الكسكسي وباش نحط نمرقو بالماء كهو. مسحت وعاودت فرشت، ركحت الدنيا الكل هنا شاحت، طشيت شوية ريحة هكا. البنات ولهنا سي بون الفطور متاعنا حضر، قعدنا فطرنا فطر جدجودة وحضرنا رواحنا لبسنا ومشينا للبلاد. هي راهو ديجا امي تسكن في وسط البلاد،
يعني نمشيو على ساقينا ميم با الفريب خطوة حاسيلي يعني وسط البلاد البياسة خطوة ممكن تاع حكاية دقيقتين مشي كي قالت 3 دقايق. والله ما نجمتش نصور برشا راه لمحال البنات يعني شمس وهزة القفة وهزة ساشيات ومعايا جود مرة تحملوا أمي مرة نحملوا أنا. البوسيت متاعو نسيتها في الدار. أخي كلمت شوقي قلت له يعني هبط لي البوسيت أمه باش نكمل نقضي على راحتي. ديجا بعد ما كملت قضيت من الفريب وقتها هو هبطها. تعدينا زيادة للمارشي شريت شوية غلة. قريت شوية من الفريب حاجات الجوتا نوريكم في آخر الفيديو شنو شريت المشتريات متاع اليوم. ولهنا جيت لهذيا في سوق شيخ دريس البنات يبيع الدنيا الكل شامبوانات غسول متاع وجه ماسكوات الدنيا الكل ما شاء الله عليه البخور كل شيء تبارك الله حتى من البرفانات البنات انا يعني ديما نقضي من عنده الحانوت هذايا. جيت باش نشري زيوت لشعري بصراحة شعري حالة بتهلك كيف شعر أمي. قلت له هو لما حال ينصح يعطيه الصحة وربي يبارك له في خدمته ربي يرزقه إن شاء الله. هو اللي عطاني الزيوت هذيا عطاني أنواع متاع زيوت قال لي هذوما تخلطهم مع بعضهم وتشوف الفرق وتشوف يعني كيفاش شعرك يطويل قداش يتصلح. ديجا صورت لكم انا في اخر الفيديو وريتكم كيفاش خلط الزيوت الكل مع بعضها وشنو شريت ويعني قلت لكم على سيمي الكل. قال لي يعني الزيوت هيكم يطولوا ويغذيوا الشعره كيف يعني يحميوها ويرطبوا واكثر حاجه يطولوا. انا فرحانه بيهم كزيوت على الاخر او كان نعملهم مره في الجمعه. هذايا الفريب نتاع صدق كعبور ديجا فما متتبعه قالت لي يعمل بينا دوره في الفريب. راهو اعز فريب في بنزرت البياسه. سوق شيخ دريس الداخل زاده فيه حاجات يهبلوا وصدق كعبور هذايا اللي بعدها صدق كعبور ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يجيب في قطعات إهبال. صحيح مش رخيص الفريبة إلى القطعات اللي شريتهم على 4000 5000 15 هكاك. أما بصراحة ديما خير من الحانوت. والله شريت له قطعات قلش عليه شريتهم من البوتيك جدد وماركة زادة فيهم حاجات ماركة محليهم على الاخر. الحق يعني أمي هي اللي شريت له خاطر أمي قالت لي يعني هي قالت لي خليني نهبطوا نشري حاجات الجود للشتاء. وميل فهي ما شاء الله يعني عنده الحوايج كل يعني كل كما نقولوا فصل عمته يجيبوا له. فاطمة ما شاء الله في الصيف تهبط له حوايج الصيف الكل وفي الشتاء تهبط له حوايج الشتاء الكل من السبادريات يعني للكبابة الدنيا الكل. أمي قالت لي خلينا تو نشريو له حاجات هكايا من الفريب وإن شاء الله باش نعملوا ماشية لتونس أنا وياها باش نشريو مغادي. تو نزلت كيف روحت ان شاء الله يكون عجبتكم الدورة في بنزرت. نزلت كيف روحت تو كمان فطرت انا وامي من بعد قالت لي خلينا نمشيو للفريق تحب تشري شوية حاجات الجو راهو هذوما امي اللي شريتهم مش انا. قالت لي باش نشري له شوية حاجات يعني للشتاء خاطر حوايجه الكل صغاروا عليه. يعني تو عنده حوايج الصيف ما شاء الله اما حوايج الشتاء الكل صغاروا عليه ما كنت تعرفوا البيبي في تاع ما يكبر. فاطمه جابت له كل الحوايج تاع الشتاء اما الكل صغاروا قادوا له كبابط الكل زوز كبابط هكيكا مازالوا جاو قدوا. قلت خليني نكمل عليهم هكا حاجات وان شاء الله بقدرة ربي باش نهبط زاده لتونس انا وامي باش نشري له هكا حاجات من جديد. الفريق البنات محلاه فيه الدنيا الكل بصراحة اليوم مش نورمال الفريق عجبني بالكدا بالكدا اما حاجة بركة غالي قطعة على 4000 على 5000 فما 6000 فما 15 غالي اما حاجات كيف ما نقولوا حاجات مامو حاجات محليهم على الاخر. لا اله الا الله محمد رسول الله. تو لكم البنات شنو واخدين نقول لكم على كل حاجة وسومها. نبداو بأول حاجة السروال هذا هاي لكم هذايا قيس راهو البنات هاكم تشوفوا السروال هذا يهبل قصتوا له ديجا السروال هذايا جاي قبل هذايا ب5000 هذايا زاده ب5000 شوفوا محلاه عجبني على الاخر. باهي
زيت له زادة الشميز هذه، الشميز هذيا ب4000 طامي هايكا كذا هايكا محليها على الاخر. شوفوا السالوتات هذيا شوقي يبلع عليها السالوتات، شوفوا محليها هذيا محل انا شاكه كان تجي قد ولا، اما تو لقيتها له خاطر عجبتني على الاخر. حسين اشتري اللبسه ماركه البنات سالوتات زاده 4000. شوفوا الفيست هذه تتسمى بلاش فلوس الفيست، شوفوا محلاها. حسين وراجلي قال لي مش نورمال، قال لي كان تلقى لي واحده هكا بتاع رجال يعني بتاع كبار خذلي. شوفوا محلاها هذيا ب5000 البنات. شوفوا من داخل كيفاش هبل صراحه اليوم الفريق روعه روعه روعه. هذيا شميس في البلون هذيا ب4000. هذيا قلت عليها جين راهو البنات. ديت له زاده الشميز هذيا محلاها كروات. هذيا قلت عندي سروال في البيت اللي جابته له فاطمه يجي معاها يقصر، هذا محلاه على الاخر. شنو اخر ديت له الجليه هذيا بتاع كل يوم كي يمشي معايا للصالون هكا نلبس له من الفوق بتاع كل يوم، هذا محلاها. الشميز هذه 5000 وهذيا 4000. شوفوا البنات انا راني ما نعطيكمش حوايج والدي راهو قاولكم هذه السروال بيجاما كامله البنات، بيجاما كامله 8000. هذه 4 وسروال 4. شوفوا محلاها، شوف تهبل ودفدوفه محلاها. قلت لها امي هذه كان مشينا خديناها من جديد هي تو يقول لك 45 50. هذه زاد البيجاما الاخرى زاد دفدو فيه محلاه قماش يهبل. شوفوا البنات معاها لو سروالها هذوما الزوز زاد 8000. شوفوا محلاها نورمال ما فيهش صرف. ديت له السروال هذايا تاع دار هذوما الكل نتاع دار. قلت تو ناخذ له معاه مريول في الابيض او يعني نسق له تولي بيجاما كامله. ديت له زاد الكالسون هذا محلاه. هذايا تو نشري له مريول في النوار والا في الاورانجي باش تولي زاد عباره بيجاما كامله. هذايا زاد 4000 وسروال هذا 4000 بس. ديت هذايا شوفوا محلاه هذايا 4000 زاد المريول جرامير اللي سكر. هذايا المريول ياسر عجبني كيف تجي مع سروال في البيش في النوار محلاه على الاخر بس. شوفوا هذه محلاها البنات وما شبهها راهي تهبل. هذه على 15 دينار عنده هو زوز، اما يظهر لي ما عادش يجي قدو. لما حل كيف نجبد حوايج الشتاء تو نشوف يعني مازال يجي قدو ولا، اما يظهر لي لا. دونك قلت خليني ناخذ هذيا لونها محلاه ودفدوفه عجبتني على الاخر بس. انا شريت الكالسون هذا وكان لبسوا تحت روبه جبه حاجه. زيت زاد الروبه هذيا محلاها طويله تحت الركبه فيها سلسله مثالي عجبتني على الاخر. 5000 هذه الروبه. بيطلع الجوز هذه امي شريتها الجوز حسيت خليها تحت النصبه جيب ربي راجل فيك بيها. خديت صبيغه لامي باش نصبغ لها شعرها في النوار. ماركه زي راهي البنات نتاع الصبيغه محلاها على الاخر ديما نستعملها الام. خديت اللانجي ديت هذوما نخدم بيهم في الصالون تاع ليبيلاسيون تاع الوجه وباش نوريكم شنو خديت اخر. ديتو ساشي هذه اهم من هذا الكل. كيف ما تشوفوا شعري مش كيف ما قبل نعمل لكم في الفيديوهات او في اليوتيوب تنسوني على الحس مش كيف طول.
شاني عملته الماش تهلكت على الاخر مشيت دقدق. ليك قلت خليني ناخذ له شويه زيوته. وخذيت زاده من الفارماسي الفيتامين او، خذيت فيتامين او من الفارماسي. وباش نخلط الزيوته هيكم الكل ونعمل فيهم الفيتامين، يعني نفلق فيهم الفيتامين او. يطول الشعر مغذي، يصلح، يقوي صراحة. نسميكم بالزيت. هدية زيت الخروع، مش الخروع، الخروع. هدية زيت الخروع. وهدية زيت الكتان. هدية زيت الكتان. وهدية زيت الجرجير. لكم هما صغار الزيت الواحد على 3000. وهدية زيت جوز الهند. وهدية زيت الأفوكا. وهدية زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو. وهدية زيت الجوجوبة. هاتيلو أول مرة الحق نسمع بها النبتة هذية. اسمها جوجوبة، أول مرة ديجا نسمع بها. تشوفوا هذوما البنات الزيوتة طلعوا 23 دينار طلعوا الزيوتة هذو. نمشي خلي هو حط دبوزة ماء نتاع إسرة، خلط فيها زيت هيك الكل وما تحط فيهم الفيتامين أ. وخذيت الحجرة هذيا ب 1500 فرنك، اللي تحك الساق محليها عجبتني. كاو البنات هذا شنو خذيت اليوم. تعدت من بعد المرشي خذيت شوية بانان وشوية عنب. خذينا حاجة حلوة وكهو روحنا باش نحطها ونصبغ شعر أمي. ومن بعد إن شاء الله نعمل لكم المونتاج وبقدرة ربي البنات. إن شاء الله كين روحت بكري من حدا أمي نعمل لكم نحط لكم ريسيت نتاع حاجة حلوة عجبتني باش نجربها معاكم إن شاء الله. كين روحت بكري سينو غدوة. يلا البنات هاني جيت معاكم باش امي شيحت الدبوزه هذيا، حطيتها على الاخر من الماء وباش نبدا. هذايا زيت جوز الهند باش نصبوا الكل. امي شوف فيه الكل عابر اي نورمال. تعرف كان عملنا في دبوزه نتاع هذا شمش نريح لا ريحته أفضل شنو قاعد في وسط زي اقلبوا في الدبوزه، لازم يقلبوا في الغطوه هذيا. خليها اقلبوا. هذا شنو هو هذا؟ هذايا زيت الجوجوبه دي عمري ما عرفت. ايه سمعت بها جوجوبه ما نعرفش شنو هي. خليها تقطر بالكدا فما. هاي ريحته ترى نعرفها الريحه هذه، نعرفها الريحه كي ريحه الصنوبر ولا نعرفها الريحه. حاجه حلوه هذيا. هذيا زيت شنو؟ هذا زيت اللوز الحلو يظهر لي. هي زيت اللوز الحلو. امي حل هذه تصيب مدري شنو مش باش تصيب. هذيا زيت اللوز الحلو هيك. خليها تبقيها بالكدا. من بعد ريتو الغطوه هيك نسخنوا سكينه وننقبوها، يعني من غير ما نقعدوا نحلوا في الدبوزه الكل هكا ننقبوا الغطوه. خليها تقطر. هذيا الخردله هوا خرول مش الخردل. خردل الخرول ينفع. ليه انا راسي هديه مش راسي هوا. هذينا اذا انا وياك. هذيا زيت الجرجير. وهذايا شنو هذيك؟ مش راسي. هذيا لابروشيدا برشا. باش خليت ناخذ معاهم زيت السمسم. هذا هو يعرف، هو عطاك قال لك هذوما التصوير باش يطلع. قلته انا نسيت هيك شنو هي كبريتو. هذا نتاع الكفتة. هذيك ريحه لا ريحه يا ربي اسمه هيك اللي
الذرو فوالا كل يتزرع نعم. موجود في الغابات في كاهو سجنات في كاهو. بلايص هكوما. كاو. هيك ها زي الاسم هيك نقطع لك هذايا هاي قطة. به للمعدة. ترى. تبعت. هاي يكفيك ها سبعة سيبون. ها لوحها من باب الهيفا. نخلطوها. شفت هذايا الفيتامينات وقتين. الفيتا تنقلك كتير خلطوش برشا. شفت الفيتامين. الفيتامين شوية زيتونة. ايه شوية زيت زيتون عندك؟ عندي ايه الفيتامين هيك تحط شوية في اي حاجة كي تجي باش تعمل كونتيتي لشعرك بركة خاطر هي في فروة الراس ترى تحط معاها بول نتاع البنات فيتامين عملوا لي الكونتيتي هذيا هاي. هاني شو نخلطها بالكدا. ان شاء الله تو نعمل معاكم بندويت رحل. حطوا شوية زيت زيتونة. حطها الكل. زدنا معاهم شوية زيت زيتونة. سبعة يدي نقصها. ترى ريحتها خايبة. تعرف ريحتك شنو هي الصبغة بتاع الظهر نتاع ريحتها خايبة أما الحق افتكاس. لو البنات افتكاس بالكدا. كيف انت باش تشربها باش تحطها في شعرك لما ريحتها كيف عرفتك الظهر بتاع الجبين هيك تاع اللوحة.